لغة البايثون أكتر لغة ناس كتير أوي عايزة تتعلمها، حتى دلوقتي الصغيرين وأولياء أمور كتير جدًا عايزين إن هم يبتدوا يعلموها لولادهم. لو محتار أو مش عارف تبدأ منين، وفي آلافات المواقع بتظهر لك لما بتعمل search، في حلقة النهارده هاديك road map توضح لك بالضبط تبدأ منين وإيه الapplications اللي تستخدمها، ويالّا بينا نتعلم حاجة جديدة. عشان نتعلم بايثون كل مرة نفتح فيها الجوجل أو اليوتيوب بتطلع لنا آلافات المواقع والإعلانات بقى تبتدي تطاردنا عشان ناخد كورسات بايثون ونتعلم بايثون وما نبقاش عارفين نبدأ منين. لو حد عايز يتعلم أونلاين فعلا بجد الموضوع محير، لو أنت مش عارف أي حاجة هعمل لك رود ماب، خريطة تقدر إن أنت تفهم فيها أنت بتبدأ منين وإيه المواقع الأفضل إنك تبدأ ليها. أنا مش هقترح عليك في فيديوهات معينة أو سلسلة معينة إن أنت تتعلم منها، قد ما أنا هوضح لك الفروقات ما بين اللايبرز المختلفة وايه الاتجاه اللي انت تتجهه حسب الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. ويلا بينا نبدا. ليه لغه البايثون هي اشهر لغه موجوده دلوقتي وناس كتيره جدا عايزه تتعلمها؟ اولا بتستخدمها اكبر المنصات والشركات اللي موجوده زي جوجل، نتفليكس، كل الحاجات ديت معموله بلغه البايثون. النقطة التانية هي لغة سهلة جدا في كتابتها، مش معقدة، ما فيهاش مثلا حاجات معينة زي الجافا والسي، لا بالعكس هي أبسط من كده بكتير جدا. ودوت كمان بيخليها جدا سهله ان حتى التين ايجرز او المراهقين يقدروا ان هم يبداوا فيها ويتعلموها بسهوله. الحاجه بقى الثالثه ودي اكتر حاجه فعلا بجد جباره في البايثون، اللايبرز بتاعتها حلوه جدا. عندك لايبرز في كل المجالات، لو انت عايز تتعلم داتا ساينس بتاع البيانات والمعلومات، لو انت عايز تعمل بلوتنج لجرافس، لو انت عايز العاب، لو انت عايز رسومات، لو انت عايز بقى تعمل برامج عاديه ديسكتوب، حتى الويب سايتس كمان بايثون داخله فيها. وهو دوت اللي احنا هنهتم ان احنا نوضح لك اللايبرز المختلفه فيه في الرود ماب بتاعتنا النهارده. طول ما احنا ماشيين انت ممكن تنزل اي برنامج وتعمل له سيت اب وتشتغل عليه بايثون، بس انا دايما هديك الحاجات اللي مش محتاجه سيت اب، انك تقدر تشتغل من على الانترنت. لو انت معكش لابتوب، مش محتاجه لابتوب مميز او لابتوب جامد، مجرد بس ان يبقى عندك انترنت تقدر ان انت تدخل عليها. ولو انت عندك برضو لابتوب برضو مش حاجه عاليه، عادي جدا يقدر ان انت تنزل الاي دي اي وتشتغل برضو من اللابتوب بتاعك. ميزه ان كمان وجودك على الويب سايت انك تبقى عارفها ان الويب سايتس دي كلها اللي هنتكلم عليها بتقدم كورسات مختلفة، بتقدم كمان ممكن تمشي معاك خطوات خطوة بخطوة في مسائل بحلها. فبيبقى مهم جدا ان انت كمان تبقى عارفها. الخطوة الاولى ان احنا نتعلم الاساسيات، ايا كان انت ايه الطريق اللي انت عايز تمشيه، محتاج انك تعرف كويس قوي الاساسيات بتاعه بايثون. وكمان لو انت عندك فكرة عن البرمجة قبلها هتلاقي ان الاساسيات بالنسبة لك بمنتهى السهولة، هتتعلم بس شوية سنتكس. بس لو انت عارف اصلا يعني ايه variables ولوبس وكونديشنز، تدخل في البايثون تتعلم بس السنتكس بتاعت كل واحده فيهم بتتكتب ازاي وتفهم ازاي وايه الرولز بتاعتها، وتقدر في منتهى السهوله انك تبدا. من اشهر الويب سايتس اللي موجوده علشان تعلمك اساسيات البايثون عندنا وان كومبايلر واونلاين بايثون. اونلاين بايثون دوت كوم موقع سهل وبسيط بتكتب فيه كود، مهتم بس جدا بالبايثون ويطلع لك على طول الحل بتاعك. بالنسبه بقى لوان كومبايلر بتكتب فيه بايثون بيطلع لك الحل بتاعك، بس هو فيه كمان لايبرري لكل اللغات لو انت عايز تشوف مثلا فرق بين البايثون والسي، او ان انت تشتغل على اكتر من لغه. فعندك التو اوبشنز دولت. لو انت جديد تماما ومركز على البايثون انا برشح ان انت تستخدم وان بايثون دوت كوم. ولو انت لا عايز تشوف اكتر من لغه شوف وان كومبايلر، وممكن تشوف الاثنين تشوف مين اللي يناسبك اكتر. الخطوه الثانيه بقى بعد كده، طب انا اتعلمت دلوقتي الاساسيات، لو انت بتحب بقى هنبتدي بقى نشوف انت بتحب ايه. لو انت بتحب الرسم انصحك طبعا ان انت تستخدم اللايبرري بتاع التيرتل اللي معروفه جدا مع موضوع الرسومات دوت. لايبرري قويه وحلوه وسهله وتقدر ان انت تتعلم كل الفيتشرز بتاعتها. تقدر تستخدم ويب سايت ترينكت ان انت تقدر تكتب فيه كل اللي انت عايزه. الليبرري بتاعت التيرتل ديت من الحاجات القويه جدا اللي موجوده في بايثون. انصحك حتى لو انت عايز تاخد مسارات تانية ان انت كمان تتعلمها. والخطوه الثالثه عندنا في رود ماب، لو انت بقى بتحب الجيمنج تتعلم اكتر في مجال الجيمنج وازاي ان انت تكريت جيم. عندك باي جيم وباي جيم زيرو. باي جيم زيرو يعتبر للمبتدئين، باي جيم اكتر مور ادفانسد وفيها فيتشرز بصراحه اصعب شويه، واللايبرري بتاعتها اقوى، وعايز ان انت تقرا الدوكيومنتيشن بتاعتها كويس قبل ما تقدر ان انت تشتغل عليها. باي جيم زيرو اسهل وابسط وتقدر ان انت تنفذ بيها حاجات كتيره جدا. انت حتى ممكن تكتب ضعف الكود في باي جيم عشان تعمل نفس اللي انت عملته في باي جيم زيرو. باي جيم زيرو اصلا اوريدي مديالك لايبرري حاجات كتيره جدا جاهزه في مجال الجيمنج بحيث ان انت ما بتبتديش من الاول. بس لو انت طبعا عايز تتعلم اكتر وتاخد خبره اكتر استخدم باي جيم. فدوت بيحسب انت عايز تعمل ايه. طيب الخطوه بقى اللي الرابعه، لو انا عايزه اتعلم عن طريق الجيمنج، مش عايزه اتعلم جيمز، لا انا بحب ان انا العب جيمز ويبقى فيها ان في النص اتعلم بايثون. دي حاجه بتحفزني اكتر وبتخليني اكتر اركز في التعليم بتاعي. في الحاله ديت عندك حاجتين، عندك كود كومباكت وعندك كودنج جيم. كود كومباكت كويس جدا بس حاجات فيه بسيطه فري وبعد كده بفلوس، فتقدر تجربها وحسيت ان هو ده الستايل اللي انت عايز تكمل فيها. لكن كودنج جيم
فري تماما، تكتب السطور اللي انت عايزها وهو بيبقى حاطط لك كومنتس كده تقدر ان انت تمشي فيه خطوه بخطوه وتنزل مستوى لمستوى. وكل ليفل فيه انت بتتعلم ان انت تكتب بايثون لاين جديد، وبتتعلم ازاي تعمل كودنج بالبايثون. ونقدر نقول عليها الخطوه الرابعه والخطوه الثالثه مكرر. الخطوة الخامسة، لو انت بقى عايز تتعلم اكتر عن الروبوتات والهاردوير. ايه هو الهاردوير؟ اللي هي الاجهزة زي مثلا السنسورز، الكاميرا، كل الحاجات دي بيتقال عليها هاردوير. لو انت عايز بقى تدخل في العالم دوت، بالنسبة لللايبرز بتاعته بتختلف حسب الجزء اللي انت بتستخدمه. يعني الراسبري باي ليها لايبرري، المايكرو كنترولرز، الليجو، الاوردينو، كل واحد فيهم ليه لايبريز مختلفة. لكن لو انت عايز تجرب العالم ده فيرتشوالي، تقدر ان انت تستخدم مايكرو بيت او بيك تو بلوكس. الاثنين بيدولك الفرصه ان انت تجرب ازاي ان انت تبرمج تشيب او ان انت تبرمج مثلا كاميرا او سنسور من غير ان انت ما تشتري اجزاء الهاردوير. ولو حسيت ان انت بعد كده عايز في المستقبل تشتري اجزاء الهاردوير وتتعلم اكتر في العالم دوت، تقدر في منتهى السهوله ان انت تشتريها اونلاين. نيجي بقى للخطوه السادسه. حتى لو انت عايز تتعلم تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، اول حاجه لازم تتعلم الداتا اناليسيس دي بتتعمل ازاي، وبعدين تتعلم ازاي بيعلموا الذكاء الاصطناعي عن طريق الماشين ليرنينج، واخر حاجه الارتفيشال انتليجنس. لو انت عايز تمشي الروت كامل هتمشيه كامل، عايز تقف عند الداتا ساينس ممكن تقف، حسب انت عايز تكمل في ايه وتتعمق في ايه اكتر. اللايبرز المهتمه بالداتا بيت اناليسيس هم بانداز ونام باي ومات بلوت ليب. هم دول الثلاثه لايبرز اللي خاصين بالداتا اناليسيس. بعدين بقى نيجي للماشين ليرنينج، زي ان انا اتعلم ماشين ليرنينج، وهنا بقى هدخل اتعلم اكتر عن اللايبرري بتاعت سايكت. وفي الاخر لو انا عايزه اتعلم فيشل انتليجنس هستخدم تو لايبرريز اللي هم تنسور فلو او باي تورش. دولت الثلاث خطوات. طب ايه البرامج اللي ممكن استخدمها عشان اتعلم الحاجات دي؟ عندك جوجل كولاب وعندك جوبيتر نوت بوك، الاثنين تقدر ان انت تستخدمهم عشان تتعلم الرود ماب الاخير اللي هو الداتا ساينس والارتفيشال انتليجنس. احنا كده وصلنا لاخر خطوه عندنا، وهي طب لو انا عايز حاجه اتعلم فيها حاجات كتير، جزء من كل حاجه، اتعلم مثلا مبادئ في الداتا ساينس وكمان شويه حاجات كده، بس عايز حاجه تكون لما لي كل الحاجات دي لاني مش قادر فعلا بجد احدد انا عايز ايه. هنا بقى يجي دور ريبلت، تقدر ان انت تستخدمه علشان ريبلت اميز حاجه فيه انه بيضم اللايبرز دي كلها موجوده فيه، مفيش لايبرز محدده موجوده ولايبرز لا كل اللايبرز ديت موجوده فيه. تقدر ان انت تستخدمه في مكان واحد، عندك رسومات مفيش مشكله، جرافس مفيش مشكله، عايز تتعلم ماشين ليرنينج مفيش مشكله، باي جيم، كل الحاجات ديت موجوده في ريبلت. فدوت بقى شامل كل حاجه، حسب انت عايز تتعلم ايه هو دوت الحاجه اللي هتخليك تعرف تختار الطريق اللي انت هتمشي. ان شاء الله هنعمل تفاصيل اكتر عن كل الخطوات اللي احنا قلناها وبمشاريع مختلفه ان احنا نطبقها. فاتمنى ان تكون حلقه النهارده عجبتكم، ويا ريت تعمل شير للحلقه مع اي حد مهتم انه يعرف يبدا البايثون منين او مش عارف يبدا منين. ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا عايزين نعمل لكم فيديوهات اكتر عنها، خاصه الاطفال والمبتدئين. لو في اي حاجه او برنامج معين انتوا عايزين تعلموا عنه اكتبوا لنا في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير. هابي كودينج.